26 حاجة نعملهم في 2026 عشان حياتنا تتغير 180 درجة. انا عارفة ان انتوا زهقتوا من فيديوهات السنة الجديدة وبقالنا فترة كبيرة قوي بنعملها، بس ان شاء الله هنرجع تاني لفيديوهات الست الرايقة وملخصات كتب والست الأنيقة، ونتكلم عن بقى الأنوثة والجمال والحاجات الحلوة بتاعتنا دي. بس حبيت نعمل سلسلة التخطيط بتاعت 2026 عشان نبدأ السنة بطريقة جديدة، بأسلوب جديد، بدماغ جديدة، بتطور جديد، وهكذا. واتمنى ان انتوا تكونوا ما زهقتوش مني وانا بتكلم في الموضوع ده، واوعدكم بسلسلة قوية جدا من اسرار ست فوق ال80 والانوثة طاغية، وهنعمل فيديوهات ان شاء الله جامد قوي، والست رايقة كمان. بس هقول لكم بقى شوية عادات وشوية حاجات زبد الزبد. في حاجات عملتها اخر السنة، وفي حاجات كنت بعملها في اول السنة، في حاجات بعملها وبقطع فيها وهكذا يعني. بس ان شاء الله دول 26 عادة او حاجة عايزة استمر عليها او ابدأ فيها في 2026. فيلا بينا على الفيديو. بس الاول هاي شوجر، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وسعادة وهنا. معاكم ندى، ودي قناتكم سكر الدنيا، القناة اللي بنتكلم فيها عن الأنوثة والجمال والتخطيط والتنظيم وملخصات الكتب وحاجات تانية كتير. فلو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. من أكتر العادات اللي فرقت معايا وغيرت حياتي وحبيت إن أنا أبدأ بيها، انا كنت بقرأ قرآن وبقطع واقرأ شوية واقطع، واجي عند رمضان التزم وبعديه بشهر وشهرين وشوية واقطع وهكذا. سمعت فيديو لبنوتة كده عسولة برضو بتقول ان بتحكي نفس المشكلة يعني اللي هي فيها، وان هي سمعت من شيخ كان بيقول ان القرآن ده عزيز، ما تدلوش بقية وقتك. يعني مش لما تفضى تبقى تقرا، بدل ما تقول انا طب انا هقرا شويه قبل ما انام، طب انا هقرا شويه في نص النهار، طب لما ابقى الاقي وقت فاضي ابقى اقعد اقرا فيه. وده اللي انا كنت بعمله وهي كانت بتعمله برضه. فلما بقت سمعت الكلام ده من الشيخ، بقت بتخلي اول حاجه تعملها ان هي تقرا قران. يعني مثلا بتنزل ولادها المدرسه وتقعد تفطر وتقرا قران، او لو ما فيش مدرسه اول حاجه تعملها اللي هي بعد ما بتفطر او بعد ما تشرب القهوه بتاعتها تقعد تقرا قران، تقرا الورد بتاعها. موضوع بتقول فرق جدا معاها من حيث بقى الوقت والبركه والسكينه وحاجات كتير. وانا بقالي 10 ايام او 15 يوم حاجه كده يعني التزم على العاده دي. كل يوم الصبح انزل بنتي المدرسه واعمل لي كوبايه النسكافيه واقعد اقرا 5 صفحات 10 صفحات، يعني ايه يعني ما يتيسر يعني ليا. بجد فرق معايا جدا جدا جدا، يعني من حيث الراحه النفسيه ومن حيث الهدوء وكده يعني. لا فرق جدا معايا. الحاجه اللي انا عايزه اقولها لكم، ما تدوش القران بواقي وقتكم. لا، القرآن عزيز، لازم نعمل له وقت، ويستحسن الصبح اول لما نصحى هتحس ببركة وهتحس بخير في يومك، وهتحس ان اليوم بتعمل فيه كذا حاجة واليوم فيه بركة ومثمر كده. تاني حاجة، خليك واقعي في اهدافك، بلاش نحط امنيات ونسميها اهداف. زي ما اتكلمنا في الفيديو اللي قبل كده، حط اهداف واقعية مناسبة لظروفك، محطوط لها جدول زمني، متحددة بتايم لاين معين، عشان نبتدي السنة الجديدة كده بهدوء. مش ما نكتبش احلام، نكتب اهداف نعرف نحققها. وهو اتكلمتكم على الموضوع ده بتفصيل في الفيديو تحت، هسيبهولكم في الديسكريبشن. الامتنان، ابدأي يومك ب3 حاجات انتي ممتنة ليهم لربنا. بعد ما تقرأ القرآن كده اقعدي 5 دقايق بس افتكري 3 نعم من نعم ربنا عليكي. الموضوع ده هيفرق معاكي جدا. ودايما دايما دايما احمدي ربنا واذكري ربنا وقولي اذكار، وخلي لسانك على طول في ذكر الله. الموضوع هيفرق معاكي جدا. تالت حاجة، اوفي بوعدك لنفسك. لازم تبقى قد كلامك مع نفسك. لو قلت انا هعمل كذا يبقى تعملي كذا، لان ده اللي بيبني رصيد الثقة ما بينك وما بين نفسك. زي ما انا قلت لك قبل كده، كل ما بتوفي بوعدك لنفسك ثقتك في نفسك بتزيد. الثقة عاملة زي العضلة، بتقوى باللي انتي توفي بوعدك لنفسك. ما تقوليش انا هعمل كذا وتوعدي نفسك بحاجة وتخلفيها. رابع حاجة، قللي شراء وحوشي. استثمري في كورس، في موبايل، في لابتوب، في فلوس تشيليها وقت زنقة. ما تشتريش حاجات ملهاش لازمة
لمجرد ان هي عليها سيل او عرض او اللي انت لقيتي حد شاري زيها فقلت تجيبي زيها. وعملت فيديو عن 8 حاجات بطلت اشتريها وفرقت جدا معايا، هسيبه لكم برضو تحت في الديسكريبشن، انزلوا شوفوه. خامس حاجة، اتكلمي مع نفسك بطريقة حلوة، بلاش تنتقدي نفسك، بلاش جلد الذات والانتقاد وتقولي انا وحشة وانا فاشلة. عودي لسانك دايما على الكلام اللي يقويكي، اللي يحفزك، اللي دايما تقولي انا هقدر، انا هعمل، انا هسوي بحماس كده، وتقولي الحاجة وتنفذيها عشان انتي بتوفي بوعدك لنفسك. قدري قيمة الوقت ده اغلى حاجة انتي بتملكيها، لا بيتباع ولا بيشتري، فاستغلي وقتك كويس قوي، استغليه صح لنفسك. لو انتي ما استغلتيهوش ناس تانية هتستغله وهتسرقه منك. فاتعلمي ان انتي تقدري وقتك وما تضيعهوش في كلام فاضي، ولان انتي هتسألي على كل دقيقة من عمرك انت عملتي فيها ايه، فوقتك ده غالي وثمين، فياريت تقدريه. المي تايم، دلعي نفسك، ولعي شمعة، اشربي حاجة انت بتحبيها، اقعدي اتفرجي على حاجة حلوة لطيفة تفيدك وتهديكي كده. لازم يبقى ليكي وقت لنفسك تنبسطي بيه وتبقي لوحدك كده، تبقي مبسوطة وسعيدة وتعرفي ايه تقعدي مع نفسك كده وتاخدي وتدي معاها. تامن حاجة، الصدقة بتبارك في الفلوس وبتضعفه. وعلى فكرة مش لازم لما تتصدقي الفلوس تزيد، ممكن لما تتصدقي مثلا بتتصدقي ببركة في فلوسك، بيبقى في بركة في يومك، عيالك يبقوا كويسين، وهكذا. مش لازم تتصدقي بفلوس، ممكن تصدقي بأكل، ممكن تصدقي بلبس. ده تبسمك في وجه أخيك صدقة، يعني لو حد انت مش قادرة تساعديه، لو ساعدتي بكلمة حلوة بطبطبة، فيعني دي كلها صدقات. حاولي انتي تبقي رؤوفة كده بالناس ورحيمة بيهم وتصدقي. اهتمي بصحتك واكلك، زي ما بيقولوا ان المعدة بيت الداء. ابدأي بتغييرات بسيطة وصحية، يعني قللي سكر، اشربي مية، خدي فيتاميناتك. التغيير بيجي بالتدريج وهو ده اللي بيدوم. يعني انا حاجة خدتها عهد مع نفسي وقلت لكم هبقى اعمل لكم فيديو عن الموضوع ده، ان انا يعني ايه، انا مش هعمل دايت خلاص، الموضوع ده شلته من دماغي، مش مشكلة بقى اوفر ويت مش اوفر ويت مش مهم. انا بس كل اللي انا هحاول اعمله ان انا اكل صحي واتمشى شويه، بس كده، مش هعمل اي حاجه تاني. هحاول ايه ابعد عن الحاجات اللي هي اللي فيها زيوت كتير واللي هي الحاجات الفاست فود والحاجات دي. بس غير كده هاكل كل الاكل وهاكل عادي، بس هحاول ان اللي انا الحاجات اللي انا اختارها تبقى اختيارات صحيه، بس عشان انا بقالي سنتين في دوامة الدايت وادوية وعك كده، وممكن ابقى اعمل لكم فيديو عن الحاجات اللي انا جربتها والادوية اللي انا خدتها والعك اللي انا عكيته وان انا ما خسيتش منه ولا اي حاجة خالص، في فيديو تاني يعني ايه منفصل لو حابين يعني. فاهتمي بصحتك عشان هي دي اللي هتشيلك لما تكبري. 10 حاجة، بطلي شكوى وتذمر. الشكوى الكتير بتخليكي دايما عينيكي على المشكلة، وبتخليكي دايما مضغوطة وستريس ومتضايقة ومتنرفزة. فبدل ما تركزي على الشكوى دوري لها على حل. بدل ما تبقي متعصبة وتتنرفزي، شوفي المشكلة دي ممكن تتحل ازاي. طب ممكن تكون مش مشكلة، ممكن تكون حد مثلا شخص بضايقك، غيري طريقتك معاه، ما تتعامليش معاه اصلا. خير الكلام ما قل ودل، يعني ما تقعديش بقى تلتي وتعجني معاه. يعني الإجابة على قد السؤال، أو يعني ممكن إيه ما ترديش أصلا لو مش عاجبك السؤال، لو هو حشري مثلا أو شخصية حشرية شخصية كده. فما تخليش حد إيه يستنفذ طاقتك ويضايقك ويعصبك وينرفزك، بلاش. ولو عندك مشكلة لاقي لها حل وحليها وشوفي تقدر تحل ازاي. حاولي تلاقي حد يساعدك لو انتي مش عارفة، بدل ما تقعدي تشتكي وتندبي حظك ولا بيقدم ولا بيأخر، وهتفضلي متضايقة وزعلانة وخلاص. فليه؟ نلاقي حل للمشكلة. رقم 11، ما تخليش حاجة في نفسك. اكتبي لستة بالحاجات اللي انتي عايزة تعمليها، الحاجات اللي انتي نفسك تشتريها، حتى عايزة تروحيها، اكتبي لستة كده. وكل اسبوع او كل شهر على حسب ميزانيتك اختاري حاجة اعمليها وايه ونفذيها. ما تحرميش نفسك من حاجه. انا لما قلت لك حوشي فوق، حوشي بس مش معنى كده ان انت تبخلي على نفسك، لا.
بس انا قصدي ايه، في حاجات بتبقى صارفه بهبل كده اللي هو بشتريها وخلاص، لكن انا مش محتاجاها. لكن لا، انا عايزاكي تكتبي لستة فيها الحاجات، الاماكن اللي انت مثلا نفسك تزوريها، الحاجات اللي انت فعلا محتاجاها وعايزه تشتريها، وهي دي اللي تشتريها. مش بنشتري على الفاضيه وعلى المليانه وبنجيب حاجات ملهاش لازمه عشان عليها سيل ونكركب الدنيا وخلاص. متبخليش على نفسك، واستثمري في نفسك وانبسطي واشتري كل اللي نفسك فيه واعملي كل اللي انت عايزاه بالعقل. اهتمي بالسكين كير بتاعك، بشرتك، وشك، شعرك، اعملي حمام كريم، حمام زيت، حطي السيرم قبل ما تنامي، وهكذا. اهتمي بصحتك واهتمي ببشرتك. حافظي على عادة القراية، او لو انتي مش بتحبي تقري، اسمعي على الاقل كتب صوتية، اسمعي ملخصات الكتب اللي احنا بنعملها هنا، اسمعي بودكاست، اسمعي حاجة مفيدة تفيدك وتنمي عقلك وتخليكي تشوفي وجهات نظر مختلفة وآراء الناس بطريقة مختلفة. ممكن وجهة نظرك في حاجة معينة تتغير. 14، دوري على ستايل اللبس المناسب ليكي، اللي بيريحك، اللي بيخليكي شكلك حلو وشيك ومريح بالنسبة لك. لما تلبسي حاجة شيك وحلوة، ده بيزود ثقتك بنفسك وبيخليكي مبسوطة وفرحانة بنفسك، وبيدي بقى ثقة للناس اللي قدامك ان البنت دي واثقة في نفسها، ان البنت دي شخصيتها قوية، ان البنت دي مهتمة بنفسها. فالبسي الحاجة اللي انت تبقي مرتاحة فيها وعجباكي. حاولي تكوني متوازنة. انت بتلعبي ادوار كتيرة، انت بنت وام واخت، طالبة مثلا، زوجة، عندك ادوار كتير قوي. فاكتبي الادوار دي في ورقة، وكل اسبوع حطي كل دور حاجة تعمليها عشان تحسني من الدور ده في حياتك وما تأثريش في حاجة تانية. يعني مثلا اسبوع هتخرجي ولادك وتهتمي بيهم ومش عارفة ايه وكده، في وقت معين مثلا تروحي مثلا لأهلك وتقعدي معاهم وتهتمي بيهم. طبعا الشغل والحاجات دي بتبقى يوميا، دي ما فيهاش. وعلاقتنا بربنا برضو دي حاجة يومية. انا قصدي في حاجات روتينية يومية كده كده بنعملها كل يوم، وفي حاجات بنحتاج مننا اهتمام. مثلا صاحبتك بقالك كتير قوي ما كلمتيهاش، شهر شهرين، كلميها، اخرجي معاها، وهكذا. حددي 4 ساعات في يومك من غير موبايل. حاولي مثلا انت يكونوا ساعتين الصبح وساعتين بالليل، وهكذا. هتلاقي نفسك بتعملي حاجات مختلفة. هتلاقي نفسك عندك وقت تقري قرآن زي ما قلت، هتلاقي نفسك عندك وقت تقري، تلاقي نفسك عندك وقت تعملي حاجات كتير قوي، تكتشفي هواياتك بقى، وهكذا. اعملي تو دو ليست بالحاجات اللي انتي بتعمليها. بلاش تكتبي حاجات كتير قوي. حاولي تكتبي مثلا من 3 ل5 حاجات، دي الحاجات اللي انت هتعمليها النهارده. لكن لما تكتبي حاجات كتير قوي، انت كده بتحط على نفسك لود فظيع، ولما تعملي منهم شويه حاجات وتلاقي بقيه الحاجات ما اتعملتش، هتحسي باحباط ويأس. تاني يوم مش هتعملي اي حاجه خالص. فلما تيجي تكتبي تو دو ليست، ما تكتريش عن 5 حاجات. اعملي لنفسك في البيت ركن خاص ليكي، في كتبك، في زرع، في ديكور انت بتحبيه. روقي كده واعمليه على مزاجك عشان تقعدي فيه، تشربي قهوتك، تعملي حاجة بتحبيها، ترسمي، تلوني، تكتبي، تذاكري. الموضوع ده حلو جدا وهيفرق معاكي، وانا نفسي اعمله بس انا مش عارفة، بس يعني هحاول. فانت لو عندك الامكانية ان انت تعملي حاجة زي كده، اعملي حاجة زي كده وما تأجليهاش. موضوع هيفرق معاكي جدا. الصلاة في وقتها دي اهم حاجة. حاولي ان انت تخلي الصلاة هي اللي مظبطه لك اليوم. يعني هي مقسمه لك اليوم، هم 5 فروض، يظبطوا اليوم كده، يقسموه. يعني هعمل كذا بعد ما اصلي الظهر، هعمل كذا بعد ما اصلي العصر، وهكذا. هتلاقي اليوم بتاعك اتظبط واتنظم، وخدتي هدنة كده ورست وراحة وسكينة وحاجات حلوة قوي وسط زحمة اليوم وضغطه. حاولي ان انتي تتخلصي من الكراكيب في حياتك زي ما اتكلمنا في كتاب بيت انك ودفتر تخطيط. هحط لكم لينك الكتاب تحت في الديسكريبشن. اي حاجه تلاقيها ملهاش لازمه تخلصي منها، اي حاجه تحسيها كراكيب ارميها. مش بس الكراكيب، الهدوم والحاجات اللي اشتريناها وملهاش لازمه والحاجات اللي خلاص، لا. يعني الكراكيب اللي في موبايلك، ابلكيشنات عندك ما بتتفرجيش عليها او ما بتستخدميهاش، صور متكررة ملهاش لازمة، سكرين شوت ملهاش لازمة. حاجات كتير قوي. كل ما تبتدي تفضي الحاجات دي وتتخلصي من الكراكيب، هتلاقي حياتك بقت اسهل والطف، والموبايل خف كده، والكركبة اللي حواليكي خفت. تخلصي من الكراكيب هيفرق معاكي. تعلمي تقولي لا من غير ذنب.
طول الوقت انت متاحة لكل الناس، وده غلط. اتعلمي انت تقولي انا ورايا مذاكرة، ورايا حاجات عايزة اعملها، ورايا شغل، وهكذا. اتعلمي تقولي لا بأدب من غير ما تحسي ان انت مقصرة. وقتك ومجهودك ده ملكك انت، ومحدش هيقدر قيمتهم غيرك. انت اللي هتسألي على وقتك، محدش تاني. فلو انت ما قدرتيش وقتك وبقيتي متاحة طول الوقت، واي حد يقولك تعالي نخرج بتنزلي تخرجي، اي حد يقولك تعالي نروح بتنزلي تروحي، اي حد بيقولك طب مش عارفة ايه بتعمليها، اي حد يقولك خدي طب دي اعمليها لي، خدي مش عارفة ايه اعمليها لي، وانت مثلا عندك شغل، عندك حاجات وراكي وهكذا، وانت بتيجي على نفسك وبتعمليها، فانت كده مش مقدرة قيمة وقتك. قدري قيمة وقتك، واللي انت تقدري تعمليه تعمليه، واللي انت متقدريش تعمليه اعتذري بأدب وما تحسيش بالذنب. حاولي ان انت ما تتعصبيش. حاولي ان السنة دي تبقي اهدى. استثمري في صحتك العقلية، فكري قبل ما تردي. عودي نفسك السنة دي انك ما تبقيش اندفاعية. خدي 10 ثواني كده وفكري قبل ما تتكلمي. الاستثمار في هدوء اعصابك، وانك ما تخليش اي كلمة من اي حد تهزك وتضايقك. حاولي ان انتي تستثمري في عقلك، ان انتي تطوريه، ان انتي تعرفي تردي على الاشخاص اللي بتضايقك، ان انتي ما تخليش اي حد يرميلك كلمة تضايقك ولا تستفزك تتعصبي وتتنرفزي. حاولي انتي تخليكي اهدى وردي بذكاء كده وحكمة وعقل. بقولك على حاجة، الموضوع مش بس بيجي من القراية وان انتي تطوري عقلك، وان انتي تشوفي خبرات الناس اللي قبل كده. والله بيجي اكتر من ان انتي تبقي مقربة من ربنا اكتر. هتلاقي الردود التلقائية بتيجي على دماغك وعلى لسانك. هتلاقيكي بتردي بس بأدب، او يعني ايه هتبقي احسن والله لما تقولي اذكار كتير وتذكري ربنا كتير، ويبقى لسانك على طول في ذكر الله. الموضوع ده هيساعدك جدا مع الناس المستفزة. عن تجربة، احتفلي بانجازاتك الصغيرة. اي حاجة انت عملتيها احتفلي بيها، ودي نفسك هدية ان انت عملتيها. خلصتي كورس، روقتي دولابك، اي حاجة عملتيها وخلصتي الشغل اللي وراكي، كافئي نفسك. اشتري نفسك شوكولاتة، افرحي بيها، سجليها ودونيها زي ما وريتكم ان انا بسجل اللحظات الحلوة وبسجل الانجازات البسيطة والصغيرة قبل الكبيرة. فسجليها عشان تفرحي بيها، واحتفلي بانجازاتك الصغيرة. نامي بدري واصحي بدري، الموضوع بجد هيفرق معاكي جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال بورك لأمتي في بكورها. فالصبح ده حاجة جميلة جدا، تقدري تخلصي كل اللي وراكي، هتقدري تقعدي، هتقدري تعملي حاجات كتير قوي في اليوم، وهتحسي ان اليوم طويل وحلو وفي بركة وفي حاجات كتير قوي. اصحي بدري وهتلاقيكي عملتي حاجات كتير قوي. واخر حاجة، حاولي ان انت تتحركي. ان شاء الله في البيت، ان شاء الله تعملي ورك اوت في البيت، انزلي تمشي. الحركة بركة، والكسل بيجيب كسل. وبرضه اسأليني انا عشان ده برضه عن تجربة، لما بكسل وبقعد ما بقدرش اقوم اعمل اي حاجة، لكن لما بزق نفسي واقوم اعمل اي حاجة بسيطة تلاقي الدنيا مشيت معايا. فحاولي تتحركي وتخرجي تعملي اي حاجة جديدة. تحاولي تتحركي وتعملي اي حاجة، ما تفضليش قاعدة كده. ابدأي بتغييرات بسيطة. وقولي لي عايزين بقى نعمل فيديوهات اكتر في انهي سلسلة، الست الرايقة ولا ولا البنت الاليجنت، اسرار ست فوق ال80، ملخص مقالات اكتر، ولا ايه بالظبط؟ قولي لي تحبوا الفيديوهات الجاية تكون عن ايه، ونركز في انهي سلسلة من الفيديوهات، ولا في الانوثة. وبس كده. هو اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.